حرامي بيحاول يدخل البيت على الطفل دي وهي قاعده، واول ما بتشوفه بتفضل تصرخ، والبنت بتكون ذكيه وبتتصل على طول بالبوليس وبتقول لهم ان في حرامي واقف بره البيت وبيحاول يدخل، وبتقول لها عنوانك فين، وما بتعرفش توصف عنوان عشان صغيره، بس بتقدر توصل على مكانها عن طريق التتبع، وبتقول لها البوليس قال من 5 دقايق يكون عندك، وبتقول لها اطلع استخبي فوق، وهي بتجري الحرامي بتشوفها بتجري، وبكده عارف انها شافته، ولما بتطلع الاوضه بتكون خايفه جدا، والشرطيه بتقول لها استخبي في الدولاب، وبتسمع كلامها وبتستخبى في الدولاب وبتقفل على نفسها، فالحرامي بيكسر الباب وبيدخل، وبيفضل يدور في البيت كله مش بيلاقيها، وبيدخل اخر حاجه على الاوضه اللي هي مستخبيه فيها، فبيسمع صوت بسيط في الدولاب، وفعلا بيفتح الدولاب وبيلاقي البنت جوه وبتفضل تصرخ، والخط بيفصل على طول، والشرطيه بتخاف عليها جدا وبتستعجل البوليس، بس الحرامي بيشيل الكنايه وبيطلع ان ده ابوها ومش حرامي، وبيطلع ان هو عمل كده عشان عايز يشوف لو حصل حاجه زي كده بنته هتتصرف ازاي، وبيفرح بالتصرف اللي بنته عملته، وبيدخل البوليس على طول، وكانوا رايحين يقبضوا عليه، بس البنت بتقول لهم ان ده ابويا ومش حرامي، وبيتعصبوا جدا عشان جايين بسرعه، وفي الاخر طلعوا بيهزروا، وبيقول لهم لو اتكررت تاني هحبسكم انتوا الاثنين. هل شايف تصرف الاب صح عشان نشوف بنته هتعمل ايه؟